الجزيرة طلع 3 ساعات بصراحة، اتكلم في حاجات محترمة جدا وحاجات كويسة جدا، وغلط برضه في بعض الأشخاص بدون ذكر أسماء، ولكن الراجل رحل ويقال إن هو راح السد القطري، يعني متفق على السد القطري، الله أعلم حقيقة ولا مش حقيقة، ولكن برضه كان متضايق من كابتن عصام عبد المنعم وكابتن طه اسماعيل إن هم داسوا فيه جامد. تعال نشوف برضه تعليق كده على مانويل جوزيه قال ايه ونرجع لكم تاني. Principalmente o pai de um rapaz que me veio propor a mim. خصوصا الاب Eu fazer um trabalho لولد para a hora digital, né? اللي بيعمل شغل الاهلي ديجيتال، em que ele diz que era o meu dever. اللي قال ان هو Eu não tenho dever nenhum para com o Ahli Digital, nem para o canal. لو هو para المفروض com o يشوف، canal لو مش هيشوف الاهلي ديجيتال واي قناه Eu ثانيه. tenho um contrato com o Alan. هو قال المفروض ان يجي، وهو قال انا عندي عقد مع النادي، E o Al-Ahly, quando fez esse contrato, comprou o meu trabalho. ولا النادي الاهلي لما عمل العقد ده اشترى شغله ما Eu não tenho اشتراش هو، obrigação nenhuma. وما E, عندوش اي portanto, التزام. mas não vou dar a resposta que dou a estes dois senhores. والاجابه اللي هيديها الاثنين دول É esta entrevista que o meu amigo está a fazer comigo. وفي الحديث اللي صديقه بيعمله É a معاه ده، entrevista com esta gente toda, والحديث مع الناس دي كلها، ok? E com os adeptos do futebol no Egito. ومع مشجعي الكوره في مصر. Esta é a resposta que eu lhe dou a eles. دي الاجابه اللي هديها لهم. Toda a gente acha que eu sou uma boa pessoa. كل الناس فاكره انه شخص كويس. Portanto, só quero dizer a esses dois senhores que se portaram muito mal comigo, اللي تعاملوا معاه بطريقه سيئه، وخصوصا الاب، porque eu não quis trabalhar com o filho dele. عشان هو ما رضاش يتعامل مع ابنه، اشتغل مع ابنه. E vou dizer isto, não fui eu que disse isto, foi o José Mourinho, sabe? هيقول حاجه ما كانش هو اللي قالها، كان جوزيه مورينيو. Ok? وهو كمان ما بيحبش جوزيه مورينيو. Eu desejo que eles arranjem um bom veterinário. قال هيشوف دكتور كويس، فيتريناريو. Veterinário é um médico que trata dos animais. سي دكتور بيطري. Ok? Que arranja um bom veterinário شوف دكتور بيطري para eles terem saúde suficiente عشان يبقى عندهم صحه كافيه e terem memória ويكون عندهم الذكرى de quem eu fui no Egito como treinador. ان هو كان في مصر كمدرب Eu vou وكشخص. ficar para a história هو هيفضل في التاريخ، do povo egípcio como um bom في treinador تاريخ الشعب المصري كمدرب e como um كويس bom homem. وكإنسان كويس، Deles ninguém se vai lembrar. ومحدش هيفتكرهم هم. يعني بصراحة بغض النظر أنا بتفق على كابتن عصام على حاجات واختلف معاه على حاجات، أو كابتن طه اسماعيل، لكن هل يرضيكم إن هذا الرجل يطلع يقول محتاجين دكتور بيطري؟ يعني إيه؟ يعني إيه دكتور بيطري؟ قصده إيه يعني؟ والله العظيم. وكابتن عصام اما هو عشان ابنه، طب اما رفعت الجزمه في وش العالمين كان عشان مين؟ اما قلعت وعملت حاجه بدراعك كان عشان مين؟ اما قلعت الجاكيت وفتحت القميص كان عشان مين؟ يعني بصراحه بغض النظر، طب انا يعني شوف، انا ما علقت على كلام الكابتن عصام، شوف انا قلت ايه؟ تقريبا قلت الكلام اللي قاله مانويل جوزيه تاني يوم. تعالوا نشوف انا قلت ايه. عشان نكون منطقيين، كابتن عصام عبد المنعم ممكن نوعا ما تكون شهادته مجروحه في حاجه، ان ابن كابتن عصام هو المسؤول عن الديجيتال ده، يعني هو قبل كده كان كلمني وكلم على مين عن موضوع الموبايل ديجيتال ده، ابن كابتن عصام اللي بيشتغل في التسويق، في مدير التسويق اعتقد علي، في مدير التسويق في النادي الاهلي، فبالتالي هو تقريبا علي بيقول له على اللي بيحصل، فكابتن عصام متضايق عشان ابنه وعشان النادي الاهلي. لكن فكره ان احنا ننتقد، اذا تم الانتقاد بهذه الحده بعد اعلان مانويل جوزيه الرحيل. وهنا السؤال، الناس كلها بتنتقدني لان انا بنتقد مانويل جوزيه وهو في عزه، هو نجم، بنتقد ابو تريكه وهو نجم لو عمل خطا. الواحد ينتقد والانسان موجود ونجم، ما ينتقدش بعد ما يرحل. ومش عشان راجل مسافر، برضو زي المره اللي فاتت برضو مسافر راح غلط في عصام الحضري وفي عيلته، وقال لك يبيع عيلته عشان القرش، وقعد يغلط في الصحفيين، فاكرين؟
يعني انا برضو فكره ان هو يمشي ولازم يغلط في 2 3 عشان بقوا ضده في حاجه، وفكره برضو ان الناس برضو تغلط فيه بعد ما يمشي، وانتوا في قناه الاهلي على طول يعني تعظيم سلام، ما هو برضو شيء غير منطقي. على العموم تعال نشوف رد الاستاذ العمري فاروق على انتقاد البعض لمانويل جوزيه وبعض التصريحات الاخرى داخل النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي. نطلع لفاصل اعلاني ونستقبل ضيفنا تامر بدوي والرياضه العالميه. عندنا اشياء مهمه جدا، وفي الفقره الاخيره هيكون معايا ارشيفجي الصحافه المصريه كابتن محمد صادق او الاستاذ محمد صادق، وجايبين علاقه مصر بالامارات من 60 70 سنه والشيخ زايد. دورنا هنا في البرنامج نحاول نقرب بعد ما بعض الاشخاص بألسنتهم بتبعد بلاد عن بلاد. نروح للاستاذ عمرو فاروق، فاصل اعلاني ونستقبل تامر بدوي والرياضه العالميه.